ايوه ها، لا تلعب مع اللبناني، لا تلعب مع اللبناني وتسوي لي فيها حقار، انت كولومبي وراجل عصابات ومدري ايه وتتفل. اللبنانيين لازم يعرفوا انه عندهم بطل، بطل مره قوي يا اخوان، اخذ ضربه قاضيه اليوم وقام وكمل وفاز. حركة أقل ما يقال عنها أسطورية، وواحدة من أحلى قتالات اليوم يقدمها أيمن ذهبي، أيمن الذهبي أو أيمن ذهبي، بالله اللبنانيين يفيدونا لأنه أنا شايف الأجانب يقولوا له أيمن ذهبي. نبذة سريعة عن أيمن. أيمن هو وعيلته هاجروا طبعا من لبنان في الثمانينات. أخوه طبعا فراس ذهبي، فراس هذا يا إخوان مدرب الأسطورة جورج سانبير GSP. أيمن قرر ينفذ اللي في مخ أخوه، يعني أخوه عبقري قتالات، فأيمن هو يعني الفيرجن حق أخوه بس في القتالات، هذاك في التدريب وهذا في القتالات. في بداياته في UFC، بس الآن هو يلعب في أقوى منظمة في العالم، أقوى منظمة قتالية في العالم يلعب فيها أيمن. طبعا أيمن يا إخوان يقول أنا أعتز بأصولي اللبنانية، ولا مو بس كذا ياكل أبشرك تبولة وفتوش الدنيا دي كلها، يعني بيلبق له الحزام، بيلبق له الحزام. شيك لي الضربة القاضية اللي أخذها دحين، أخذ ضربة قاضية يا إخوان وقام. طبعا قام هنا سيطر على، حتى شوف الجولة هذه اللي طاح فيها قاضية سيطر على نهايتها. أنا ما عجبتني غير الحقارة اللي هنا دا، وقف له ايه ياك شو بدك ايه شو. ايمن ذهبي دا يا اخوان شو بدي اقول لك يا اخوان، الادمي مره قوي لدرجه الان بيلعب مع شون اومالي احد اكبر المصنفين، ولو لعب مع شون اومالي فاز على شون اومالي كذا راح يلعب على الحزام رسميا ضد ميراب. يا اخوان مستوعبين؟ حيكون في اول بطل لبناني ممكن في تاريخ لبنان، انه كندي، لكن دائما ايمن يصرح يقول انا اعتز انه لبناني واصلي لبناني، وطبعا دائما يعلق على المنشورات العربيه. فايمن ذهبي بالكاريزما وبالقوه وباخوه المدرب حيروح يا اخوان ان شاء الله بعيد. تخيلوا يصير البطل، وعاد اول بطل لبناني. ايه يا اخواننا في لبنان شوفوا الفرحه عاد كيف. طبعا شيتو هنا قال لك انه والله ايمن فشخني، هو المفروض انا افوز لكن الحكام اعطوها لايمن. شوف يا حبيبي، انت اديت ايمن ضربه قاضيه ما في مشكله، لكن ايمن تفوق في كل الضربات الناجحه بعدها. ايمن سيطر على الجوله الاولى، ايمن سيطر على الجوله الثالثه، انت فزت في جوله واحده وضربه قاضيه ما اختلفنا، لكن ايمن فاز في اغلب الجولات. لكن والله لا بنزل لك مقلوبه كمان، مقلوبه هي ولا كبه خلينا في السيف زون. مبروك لايمن ذهبي ومبروك لاهل لبنان، وفولو لايك اذا حاب تعرف كل جديد في عالم القتال، والسلام عليكم.